يا مساء الفل والياسمين والسعادة على عيونكم يا حبايب قلبي. انا النهارده لقيت ماما عامله طاجن كوسه باللحمه في الفرن، والكوسه ديت مش بتحبني خالص، ولا بقى وهي محشيه او في الصينيه او مثلا وهي طبيخ زي ما بيعملوها، هي مش بتحبني خالص. فانا قلت بقى هم عاملين لي شويه مكرونه محمره او حبايه وحبايه، اكله سهله جدا وبسيطه خالص. تعالوا بقى امركم على الوصفه بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك، ولايكات كتير وكومنتات اكتر، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. انا النهارده بقى لقيت ماما عامله طاجن كوسه في الفرن باللحمه، انا مش بتحبني خالص. فقلت بقى محمر لي شويه مكرونه، سواء بقى ما اسمها مكرونه محمره او مكرونه حبايه وحبايه زي ما انتوا بتقولوا عليها. فقمت بقى دي المكونات بتاعتي وبس. اكله كده على قد الايد وسهله جدا ومبتاخدش وقت خالص، على طول كده، على طول على طول في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. قطعت طماطمية صغيرة وفلفلاية وبصل صغيرة برضو كده، والتوابل بتاعتي ملح وكمون وفلفل اسمر وشطة، ديت اختياري، عايزين تحطها حطها، مش عايزين براحتكم. ومعايا بقى مكعب مرقة دجاج، ومعايا يعتبر كوبايتين مكرونة. ف ولعت بقى على الحلة بتاعتي، حطيت عليها حتة سمنة، او انتوا لو عندكوا زيت عادي زي ما انتوا عايزين. بصوا الاكله دي سهله جدا وما بتاخدش وقت خالص في الجو اللي احنا فيه ده. هحط بقى المكرونه بتاعتي اهي، وهفضل كده اقلب فيها شويه، انزل بقيتها. بصوا انا مثلا لو الاكله مش عجباني او مثلا مش بتحبني، فدي اسهل واسرع اكله بعملها بصراحه. بدل بقى مثلا اعمل اكل تاني وياخد منه وقت كتير في الجو الساقع ده، انا بصراحه بكسل جدا. فلقيت بقى دي اسهل حاجه بتتعمل، تحمير مكرونه كده على طول، وهوبا نحط شويه ميه، وهوبا نحط شويه الحاجه اللي احنا عاملينها، وخلاص على كده. ان انا بقى اقعد بقى اعمل اكل تاني وموال، لا. الواحد بصراحه الجو ساقع، الجو ساقع. فانا بقى حطيت المكرونه بتاعتي وهفضل اقلب فيها كده لحد ما تحمر معايا اهو. هفضل بقلب كده فيها كتير كتير كتير، قلب 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 لحد ما ايدك توجعك كالعاده بتاعتنا يعني. كده يعتبر ادت حمار سيكا، فانا برضو هفضل اقلب فيها شويه. لايكات كتير بقى وكومنتات اكتر، كومنتاتكم بتعجبني جدا والله العظيم بجد. ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم في حياتي، وتفضلوا كده معايا بتشجعوني وبتفرحوني بكومنتاتكم دي، ونفضل كده مع بعض ان شاء الله. هي كده اتحمرت حبه همت سيكا كده، لسه شويه. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تحمر معايا. كده ادت اللون بتاعي حمار كده. احط بقى المكونات بتاعتي، الطماطم والبصل والفلفل، واقلب فيها شويه كده على بس البصل والطماطم يتبالوا مع المكرونه. هفضل اقلب فيها شويه. اصلا الخلطه دي بتديها طعم وريحه. هفضل اقلب فيها كده. ممكن مثلا تستغنوا عنها لو ما عندكوش مثلا ولا طماطم. اهو هفضل اقلب فيها شويه. وطبعا انا بقى كنت غاليه ميه، فحطيتها يدوبك بس كده ما بينها وبين المكرونة حبة مية كمان صغيرين. وحطيت التوابل بتاعتي، الملح والفلفل الأسمر والكمون والشطة، ديت اختياري، أنا كنت محرقاها. وحطيت المكعب المرقة. بس هسيبها بقى ايه لما تغلي معايا شوية وموطية عليها لحد ما الشوربة ديت تتشرب منها فيها كده وتستوي معايا اهي. شفت شكلها؟ لسه كانت عايزة تستوى شوية كمان، هسيبها شوية. بصوا والله العظيم ريحتها جميلة جدا وطعمها أجمل، وسهلة خالص وعلى قد الإيد.
احنا اليومين دول ماشيين على قد الايد حرفيا. هفضيها بقى معاكم اهي. بصوا بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، طعمها تحفة والله العظيم، ولا ريحتها جميلة جدا، وبرضك على قد الايد. من مطبخ ماما سولي كل حاجة على قد الايد، جميلة. تعالوا بقى اتفضلوا معايا، حطيت بقى حتة اللحمة. تعالوا بقى اتفضلوا معايا، لايكات بقى وشجعوني كده. يلا باي باي.